بكرة الحواديت زي ما بقول لكم بتحب الفقر. وكان يا مكان كان في زمان راجل غني ولا غني إلا الله، والناس الغناي زيهم زي كل الناس، فيهم اللي طيبين وفيهم اللي مش طيبين. والراجل الغني في الحدوتة يا خسارة ما كانش راجل طيب. في يوم من ذات الأيام كان في راجل فقير، والراجل الفقير كان عايز ياكل لقمة عيش، وعشان ياكلها دور على شغلة يشتغلها. والراجل الغني قال للفقير: تعالى النهاردة أشغلك عندي، اطحن لي قمحتي واخبز لي لقمتي وكنس لي بيتي وعبي لي زيتي، وفي الآخر أديلك رجلين فرختي. والراجل الفقير فرح، هيشتغل قد ما يشتغل وهياخد رجلين الفرخة، وبالليل ياكل من لحمة الفرخة حبة ويشرب من الشوربة حبة. والراجل الفقير قعد طول الليل يشتغل عند الغني، لف الطاحونة وطحن له قمحته، ولع الفرن وخبز له لقمته، مسك المقشة وكنس له بيته، شال البرميل وعباله زيته، وفي الآخر جه ياخد رجلين فرخته. الراجل الغني قال له: افتح ودانك وخليك معايا علشان اقولك على الحكاية واللي فيها ان انا عايز فرختي تفضل صحية، تمشي قدام بيتي وتاكل قمحتي، وان شاء الله ان شاء الله لما ازهق من عيشتها واحطها في المية وانتف ريشتها واكل لحمتها هديلك رجليها. ادي الحكاية واللي فيها، انما اطمن، رجلين الفرخة ليك يعني ليك، محدش يشاركك فيها ولا حدش يشاركها فيك. كل يوم كان الراجل الفقير يروح للراجل الغني ويقول له: ما جاش الأوان أخد رجلين فرختي وأكل لقمتي وأشرب شربتي؟ وكل يوم كان الراجل الغني يقول له: لسه ما جاش الأوان، لكن بإذن الله بإذن الله هيجي اليوم وازهق من عيشتها واحطها في المية وأنتف ريشتها وآكل لحمتها واديلك رجليها. ادي الحكاية واللي فيها. وبعد الغني ما يتكلم كتير كان يقول في الآخر للراجل الفقير: اطمن، رجلين الفرخة ليك يعني ليك، محدش يشاركك فيها ولا حدش يشاركها فيك، انت اللي لك في فرختي رجليها. وادي الحكاية واللي فيها. حلوين، باين كده من شكل الكلام ان الراجل الغني هيفضل يضحك على الفقير طول الأيام، وباين كده من شكل الكلام ان الراجل الغني هيفضل مع فرخته ولا هيزهق من عيشتها ولا هينتف ريشتها ولا هياكل لحمتها ولا هيسأل في الراجل الفقير ولا هيديله رجلين فرخته. يبقى المسكين الفقير اشتغل من غير ما ياخد اجرته. باين كده من شكل الكلام. وفي يوم من ذات الأيام الفرخة مشيت قدام البيت، لو راحت تقول أنا رحت، وإن جت تقول أنا جيت. والحكاية واللي فيها إن الفرخة خربشت في تراب الأرض برجليها، والفرخة قالت: خربشت في الأرض برجليا. الفرخة شافت قدرة تحت الأرض، الفرخة قالت: إيه ده اللي أنا شايفاه بعينيا؟ والقدرة كانت قدرة مال. الفرخة من شطارتها خربشت وطلعتها، تبقى القدرة قدرة مين؟ الراجل الغني قال: القدرة قدرتي واللي جابتها فرختي. راحوا للقاضي، قاضي المدينة حكم وقال: بلاش كلام كتير، القدرة قدرة الفقير، رجلين الفرخة بتاعته مش بتاعت حد، ورجلين الفرخة هي اللي خربشت وهي اللي طلعت قدرة المال من تحت تقاطيع الأرض، تبقى القدرة قدرة الفقير. والراجل الفقير بحكم القاضي أخذ قدرة المال بقى ماله وتصلحت كل أحواله. والراجل الغني عاش ندمان في الليل وفي النهار. يستاهل، مين كان قاله يعمل مكار؟